السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا. وحلقه النهارده ان شاء الله موجهه الى ربات البيوت. مش عارف ليه، بس يعني برضو مش هننسى الفئه دي من الناس. الى ربات البيوت ده ميزان في البيت، في المطبخ، تقدري توزني بيه كل حاجه. انا مش عارف انا جايبه ليه، بس المهم ان انا يعني جات لي حاله نفسيه بالميزان ده. انا كل حاجه بقيت اوزنها مش عارف، بس انا اول ما شفته قلت لازم اشتريه. فكل الناس يا ابني جايبه ليه، هتعمل بيه ايه؟ بس انا طبعا ما قدرتش امسك اعصابي، لازم اجرب واعرف ايه الحكايه. فهو بيوزن من اول جرام لحد 10 كيلو. فتعالوا كده بينا نجرب ونشوف الدنيا ماشيه معانا ازاي، ونوزن بيه حاجات عشوائيه. بس المهم ان انا ما قدرتش امسك اعصابي، قلت لازم اشتريه. ويلا بينا نشوف موضوع رباط البيوت اللي معانا ده هنعمل فيه ايه بالظبط. طيب تعالوا نشوف بيشتغل ازاي الاول. هو طبعا بيشتغل بالحجره عاديه جدا، مش محتاج يعني حاجه خاصه او كده، حجره عاديه جدا اهو. تعالوا بينا نطلع ونبص عليه بصه. ده شكله طبعا هو بحدود، انا جايبه في حدود 150 جنيه. وهو بسيط جدا وخفيف جدا. عايز اقول لكم وزنه مش عارف، يعني هو وزنه كله ما يجيش 2 3 جرام وزنه خفيف جدا زياده عن اللزوم. بس طبعا ما انصحكش تجيبه، لانه يعني جاب لي حاله نفسيه. انا بقيت اي حاجه ماشي اوزنها، فطبعا ما انصحكش ايه، هيجيب لك حاله نفسيه في الحكايه بتاعه الوزن ده. هتوزن اي حاجه في البيت. فتعالوا كده نحط الحجره ونجرب، او نركب البطاريات بتاعته ونشوف هيبقى شغال ازاي. هو طبعا بيوزن الاونس وبيوزن بالجرامات، ما بيوزنش بالكيلو. لكن اهو يعني هنظبط كده. ده طبعا في اون واوف، ده كده هو خلاص بدل زيرو كده واون يبقى شغال. طيب تعالوا نوزن بقى شوية حاجات عشوائية كده ونجرب حاجات ايه يعني غريبة شوية. طيب تعالوا نجرب كده مثلا حاجة زي السوليتيب ده. ده السوليتيب بتاعنا اللي كنا عارفينه، هل هيبقى ليه وزن اساسا؟ اهو ده 11 جرام زي ما احنا شايفين. بصوا طلع 11 جرام. طبعا حاول على قد ما تقدر ان انت تخليها في النص، لان لو جبتها في الجنب كده هتطلع حاجة تانية خالص. بص طلعت 10 في النص كده، 11 اهي وثابتة على 11. تعالوا نشوف برضو حاجة تانية عشوائية كده. دي فيشة اهي، دي 16 جرام برضو، هخليها في النص اهي 16 جرام. طب تعالوا مش عارف بقى هوزن بيه ايه يعني تاني. هوزن بيه حاجات في المطبخ. انا طبعا بخش المطبخ ولا حاجه، بس تعالوا نجرب كده حاجات غريبه. ده 38 جرام. هنشيل كده نحط 38 جرام. طبعا في عنده في حاجه اسمها مود. المود بيغير ما بين الاونس وما بين الجرام. ده كده يعني اونصه او 4 جرام او 4%، مش عارف بقى. طب نرجعه للمود بتاعنا العادي بتاع الجرامات. تعالوا نجرب مثلا حاجه زي المشترك التقيل ده. فزي ما بقول لكم جاب لي حاله نفسيه ان انا عايز اوزن كل حاجه. وزي ما انتم شايفين اهو مكتوب هنا لحد 10 كيلو. هو طبعا المفروض ان هو ميزان حساس. بصوا ده كده من جوه هو حاجه بسيطه جدا. عايز اقول لكم وزنه يعني زي ما قلت لكم ضعيف جدا، ما فيهوش وزن تقريبا يعني. بس دينا بنجرب اختراعات جديده. فطبعا ممكن تحطيه في المطبخ ولا حاجه عندك، تبداي توزني الاكل الشرب الكلام ده كله، اي حاجه. لو انت بتعملي مقادير، لو انت بتعملي حاجه زي كده، فلا اللذيذ الى حد ما. وزي ما قلت لكم هو من جرام لحد 10 كيلو. وسعره على فكره بتتكلم في 150 جنيه ولا حاجه. فمش اشكال، حلو لذيذ يعني. وكانت حلقه لذيذه كده سريعه. فلو انت اول مره تشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناه. بنتكلم في مواضيع كتيره جدا وبنجيب حاجات غريبه زي ما انت شايف كده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوناش بقى باللايك والشير. يلا سلام.